أهلا وسهلا بيكم في بودكاست دكتور الشغل، البودكاست اللي بيهتم بصحة أي حد بيشتغل. أنا مصطفى الشاهد، مدرس طب المهن بجامعة عين شمس، وهشارك معاكم في كل حلقة نصائح عن صحتكم في مكان شغلكم. هنتكلم عن المخاطر والأمراض المهنية وإزاي نمنعها أو نعالجها. لو أنت بتشتغل فالبودكاست ده ليك. أهلا بيكم في حلقة جديدة من دكتور الشغل. النهاردة عندنا يوم مهم جدا، هنتكلم بمناسبة الأسبوع العالمي للتطعيمات. النهاردة معانا دكتور أحمد الجوهري. هو دكتور ودفعتي وصديقي من زمان جدا جدا جدا، من حوالي 15 سنة، وهو أخصائي الصحة العامة وخبرة طويلة جدا في الصحة العامة واللقاحات، وهو المدير الإدارة بإحدى شركات الأدوية العالمية، وحد من الناشطين جدا جدا في مجال التوعية الصحية وتعزيز الوقاية والمجتمعات وأماكن العمل وحاجات كتير قوي قوي. بتشرف دايما إن هو حد من أصحابي يعني. أهلا بيك يا جوهري. أنا متشكر ليك جدا يا مصطفى على الاستضافة جميلة وكلام كبير قوي الحقيقة، هشكرك عليه. ومبسوط بيك ومبسوط بالبودكاست ده، ومبسوط إن أنا بشارك معاك النهاردة، بالذات في أسبوع مهم زي أسبوع التطعيمات وأسبوع الوقاية من الأمراض دي يعني. هو امم مهم إن الناس تتطعم في مكان العمل بتاعها، يعني مهم الناس في الشغل بتاعها تكون بتتطعم. خلينا الأول قبل ما أجاوبك على السؤال ده أقول لك هو إيه موضوع أسبوع التطعيمات أو الأسبوع الوقاية. وده يربطنا واحنا هو مهم فعلا ان احنا نطعم في اماكن العمل. هو دايما اخر اسبوع من ابريل سنويا كده، اللي هو من يوم 24 ل 30 ابريل تقريبا، يبقى في اسبوع الهدف منه تعزيز الوعي باهميه التطعيمات في جميع الاعمار، ونحاول على قد ما نقدر نحقق فكره العداله ان التطعيمات او اللقاحات توصل لجميع الناس. وشعار السنه دي يمكن مختلف شويه، اللي هو بيسموه حياه افضل من خلال اللقاحات، اللي هو Better Life Through Vaccines. ورسالته محطوطه على ثلاث رسالات. الوصول العادل للقاحات دي اول واحده، ثاني حاجه بناء الثقه، واستدامه برامج التطعيم. وطبعا زي ما انت عارف هو الفعاليات دي بتنظمها منظمه الصحه العالميه وشركاء منظمه الصحه العالميه زي اليونيسيف والجافي. والحقيقه التطعيمات بصفه عامه هي حاجه بتحمينا من الامراض، ومش بس بتحمينا من الامراض، بتساهم كمان في بناء مجتمعات اقوى واقتصاد اكثر ومستدام. واقدر اقول بخبرتي في مجال التطعيمات لاكثر من 15 سنه، اقدر اقول ان التطعيمات دي واحده من اعظم انجازات الطب الحديث. رف استيميت كده احنا بنتكلم تقريبا ان التطعيمات انقذت اكتر من 150 مليون حياه في خلال ال 50 سنه اللي فاتت بس. يعني لو جيت حسبتها كده هتلاقي انها معدل انقاذ تقريبا 6 ارواح كل دقيقه، ده على حسب تقرير منظمه الصحه العالميه. يا دي أرقام وبالتالي قوية قوي. ولما نيجي نبص على الموضوع ده من حيث بقى بيئه العمل، تلاقي ان التطعيم في بيئه العمل ده مش بيحمي الفرد لوحده، لا بالعكس، هو بيعمل زي نوع من انواع الشبكه الوقائيه للشخص اللي بيطعم وكمان لزمايله اللي حواليه. لان النهارده لما الموظف بيطعم من مرض ما، هو بيقلل من فرص اصابته للمرض، كمان بيقلل العدوى للاشخاص اللي حواليه. وبالتالي ده ينعكس مباشره على انه لو النهارده في اجازات بتتاخد بسبب المرض، فالاجازات المرضيه دي تقل، وبالتالي يحسن الانتاجيه. وبالتالي في نقطه تانية ان انا اضمن استمراريه سير العمل من غير توقف، لان في تفشي للامراض. مثلا لو حد جاله النهارده مرض لا قدر الله انتشر في المكتب، فتلاقي ان هو خد اجازه ومديره خد اجازه وزمايله خدوا اجازه، فده يهدد استمراريه العمل. الى جانب ان حتى تكاليف العلاج على الشركه نفسها وعلى الافراد بتقل، لان معدل الاصابات للمرض بيقل. يعني هديك مثال، مثلا في دراسه امريكيه اتعملت كده ان تطعيم الانفلونزا مثلا بيقلل ايام الغياب بنسبه كبيره جدا، ووفرت حوالي اكثر من 4 مليار دولار من الانتاجيه. برامج تطعيم الكوفيد 19 والانفلونزا في بعض الاماكن اللي كانت نسبه تغطيه تطعيم في الاماكن دي اكثر من 70%، قللت اكثر من 3000 يوم غياب في السنه، ووفرت اكثر من حوالي 700 800 الف دولار سنويا. فالنهارده من منظور الصحه العالميه، التطعيمات السنويه بتمنع تقريبا من 3.5 او 3.5 مليون ل 5 مليون وفاه. وده بالظبط هو نفس الشعار اللي بيدعمه الاسبوع العالمي للتطعيم السنه دي، ان اللقاحات بتبقى طريق لحياه افضل لكل واحد فينا. فلو انت اخدت الكلام ده على بيئه العمل، هتلاقي نفس الكونكلوجن او نفس الملخص دوت بيتطبق على بيئه العمل بالظبط. بالظبط، ما انت زي ما انت قلت كده بالظبط. والحاجه التانيه اللطيفه ان كمان انا بحب دايما ما بقولش الغيابات بس، انا احب كمان بقول ان الناس اللي موجودين وحاضره وتعبانه. ما انا ممكن اكون واخد الدور سواء برد او كوفيد او وات ايفر، وده بيأثر مم. على تركيزي، بيخليني ان انا رايح الشغل وانا همدان وتعبان، حتى لو رحت وهعدي الناس اللي حواليا.
فانا زي ما انت صحيح. بتقول كده انا حميت المؤسسه كلها بس بالتطعيمات. طيب سؤال تاني، هل في تطعيمات الناس في العادي في الشغل تاخدها، وهل في تطعيمات لشغلانات معينه؟ خلينا نقول في العادي مم. كده في الشغل بشكل عام، انا لو شخص مم. بنزل بختلط بالبشر وبتعامل معاهم، مم. التطعيمات مم. اللي انا طيب، هو اولا نوع التطعيم ده على حسب طبيعه العمل والبيئه اللي انت فيها. يعني لو هنتكلم مثلا عن العاملين في الرعايه الصحيه، فانت بتتكلم مثلا على الانفلونزا الموسميه، ده اساسي، وحاجه زياده مثلا زي تطعيم الالتهاب الكبد الوبائي في العاملين في الرعايه الصحيه. لو على اشخاص عاديه في اماكن تانية، مثلا في شغالين في شركات او وريفر هم شغالين فين، وبرضه تطعيم الانفلونزا الموسميه ده اساسي، خصوصا مع التغييرات السلولات اللي بتحصل سنويا. هو لازم يجي له سنويا كده تجديد الانفلونزا الموسميه. ولو هو حد شغلته بتعتمد على سفر، فلازم يشوف هو بيسافر ايه المناطق المعينه اللي بتحتاج تطعيمات اضافيه. يعني مثلا اللي بيسافر مثلا افريقيا كتير، فانت هتلاقي مثلا انه عليه تطعيم مهم جدا زي الحمى الصفراء، او التهاب السحايا اللي هو بيسموه المننجي كوكال فاكسين. فمعتمده على طبيعه العمل والبيئه، ولازم الشخص دوت يبقى عنده الدرايه والوعي انه يشوف ايه توصيات وزاره الصحه، سواء كانت محليه او عالميه. هو انا النهارده المفروض اطعم ايه؟ خليني اقول لك كمان ان بالذات موضوع السفر ده، الناس اللي بتسافر كتير هي مش هتطعم في كل سفريه. يعني مثلا زي تطعيم الحمى الصفراء ده بيقعد بالعشر سنين شغال، فهو انت محتاج ان انت مظبوط. بس تبقى على درايه بايه اللي انت محتاجه، عشان انت مش شرط مع كل سفريه او مع كل مشوار هتطلعه هتطعم، بس انت محتاج يبقى عندك الدرايه زي ما انت قلت كده. وبرجع لوزاره مم. الصحه وبرجع كمان للمنظمات العالميه زي منظمه الصحه العالميه، اشوف ايه الريكومنديشنز للدوله اللي انا رايحها. لان الى جانب التطعيمات ممكن يكون بضيف معاها حاجات زي ادويه وقائيه، زي مثلا لو مسافر في افريقيا فعندي الملاريا هاخد لها دواء غير التطعيمات اللي بعملها، فهيبقى عندي الحمايه دي جايه من كذا اتجاه، فلازم ابقى عارف بالذات في السفر. وخليني اقول لك ان برضو في شغلانات عاديه، يعني احنا مثلا مضيف على طياره، فانت بتتعرض مم. لناس كتير جدا. لو انت بتشتغل في المطار نفسه حتى على الجراوند، بس انت بتتعامل مع ناس من جنسيات مختلفه، فانت محتاج تطعم تطعيمات. على الاقل بتكون واخد الانفلونزا الموسميه وواخد الكوفيد، وممكن كمان تضيف عليهم المقورات الرئويه. فالحاجات دي كلها بتحميك عشان تقدر تكمل يعني. معلش انا يس. حبيت ان انا ازود شويه. لا طبعا، بالعكس بالعكس، ده هو انت كمان اثرت نقطه مهمه، ان مش كل الناس بتاخد كل التطعيمات، ومش كل الناس بتاخد نفس التطعيمات. دي نقطه مهمه جدا. يعني اولا احنا عندنا في ثلاث حاجات، لو شلنا حته طبيعه العمل واحنا اوريدي اتكلمنا فيها، انت عندك السن وعندك الحاله الصحيه للانسان نفسه. في تطعيمات بتبقى متركزه على سن معين، سواء كان فوق ال 50 سنه او فوق ال 65 سنه. وفي تطعيمات بتبقى للستات اكتر من الرجاله. وفي تطعيمات بتبقى معتمده على حالتك الصحيه، هل انت النهارده عندك ضغط، عندك سكر، عندك سده رئويه، اي نوع من انواع الامراض المزمنه. الامراض المزمنه دي بتزود نسب الاصابه لبعض الامراض، ولما تزيد نسب الاصابات لبعض الامراض تلاقي انك انت مضطر انك انت في امراض معينه لازم تبقى عندك وقايه منها. والا اصابتها هتبقى كبيره، وساعتها انت مش هتعرف بقى الكونسيكونسز بتاعه الاصابه دي ممكن توصلك لفين. فالنهارده مش بس يبقى الوعي بس للراجل اللي بيشتغل، لا، ده كمان الراجل اللي بيشتغل ده لازم يبقى عارف انه الصحه بقى المجتمعيه عنده، ولاده، والده، والدته، حد من قرايبه عنده حاله صحيه معينه لازم ينصحه بالتطعيم. يعني هديك اكزامبل مثلا عليا انا، مثلا انا في شهر 10 كل سنه بروح واخد ولادي ومراتي وبنطلع طلعه كده نطعم الانفلونزا كلنا مع بعض. وده الحقيقه انا بشوف ان ده براكتس بيقلل فكره النهارده ان انا اجي في شهر 12 او شهر واحد مع درجات الحراره لما بتقل والانفلونزا تزيد، مش هتبقى مستني فكره انك انت النهارده تشوف لا قدر الله حد من ولادك متكون في السرير واضطر تدخله المستشفى عشان انفلونزا. كنت ممكن تاخد المشوار ده قبلها بشهرين وتديله تطعيم. مظبوط. واحيانا م? كمان مش شرط يكونوا عيلتك، يعني انت ممكن يكون الناس اللي بتتعامل معاهم في الشغل. يعني احنا ممكن نقول مثلا ان احنا ناس اللي بيشتغلوا في الاطعمه او في الطعام، مهم جدا ان هم ياخدوا التطعيمات الخاصه ب مثلا فيروس ايه، الالتهاب الكبدي ايه. لانه انا بخاف كمان مش ان هو يتعدي، انا بخاف ان هو كمان هو يعدي الناس. فهو لو هو متحصن من القصه دي صحيح. هيبقى بيعدي الآخرين بهذا المرض، فمش هيبقى لا، مظبوط. ففي حاجات كتير. يعني احنا طبعا زي ما بنقول كده كل شغلانة وليها حاجاتها، فمش هنقدر نحصرهم كلهم هنا. لكن أنا عايز أسألك على المؤسسات، على الشركات، تعمل إيه م. الشركة؟ يعني أنا دلوقتي أنا كشركة عايز
انشر امم الثقافه بتاعت التطعيم، عايز احسن التطعيمات جوه المكان، اعمل ايه؟ كويس. بص، انا من الناس اللي شايفين ان المؤسسات والشركات ليها دور كبير جدا في دعم التطعيم، ولو هي ما اشترتش الفكره عمر ما الناس اللي شغالين في المكان هيفهموها. انا بشوف ان هم في 3 طرق يعملوا الكلام ده. اولا، تنظم ايام تطعيم جماعيه بالتعاون مع فرق طبيه معتمده على حسب بقى البلد او على حسب الرعايه الصحيه اللي حواليها، وعلى حسب وات ايفر اللوجيستكس اللي هتعملها ايه. ولكن فكره ان هو النهارده يبقى عنده فكره ان انا النهارده انا دخلت الموسم بتاع الشتاء، فانا النهارده عندي الاسبوع بتاع شهر 10 مثلا او شهر 10 كله انا عامل حملات تطعيم جماعيه، هجيب حد يطعم الناس انفلونزا. تاني حاجه، انه يشتغل على انه ينشر مواد توعويه بسيطه جدا تشرح اهميه التطعيم بلغه قريبه من الناس. يعني انا عارف طبعا ممكن في شركات تبقى عندهم الميديكال باك جراوند قويه شويه، فيبقوا عندهم الفهم والدرايه اعلى. لكن النهارده نتكلم مثلا على شركه اي تي او شركه هندسه، احنا ليه النهارده ما نبقاش في مواد توعويه بسيطه جدا، سواء كانت هي الشركه اللي عامله الانيشيتيف دي او الفكره دي وتتعاون فيها مع وزاره الصحه مثلا، انها تقدر تعمل لهم يوم يجيبوا فيه دكتور بتاع الشركه او الدكتور المسؤول عن الصحه العامه بتاعت المؤسسه ديت، ان يجي يكلمهم عن اهميه التطعيم، سواء كانت مواد ملموسه او حتى سيشنز او زي محاضرات بسيطه كده يفهموهم اهميه السيزون اللي احنا فيه دوت وايه الحاجات اللي انت محتاجها. عندك مثلا الفكره الثالثه مثلا ان انا اشوف حاجه محفزه للموظفين انه يشارك في العمل التطوعي للتطعيم، ويوفر له التطعيمات سواء كانت مجانا او باسعار رمزيه. سواء كان هو النهارده كفرد مثلا بالتامين الصحي بان هو بيوفر له التطعيم ده، او يتعاون مع حكومات انه حتى يجيب له اسعار رمزيه ليها، لان مش كل التطعيمات بتبقى اسعارها في متناول ايد جميع الناس. عندك مثلا الاماكن، يعني ويمكن انت اكتر كمان انت تبقى فاهم الحته دي، لان الحته دي برضو في شغلك. انت عندك مثلا الشغلانات اللي فيها ريسك عالي، مثلا زي العماله اللي بتبني في البنى مثلا. الناس دي بيبقى عندها بعض الحوادث اللي بيبقى لازم لها تطعيم بعد الحادثه نفسها. طب هو مين اللي بيوفر التطعيم دوت؟ هل هم عندهم الوعي انه لازم يطعم؟ لو هو الشركه مش عامله السبورت ده، عمر ما اللي هيحصل له الحادثه، سواء كان خبط في حديده ولا وقع عليه خشبه او اي حاجه من الحوادث اللي ممكن تريد الاصابه بمرض ما، هو لو ما عندوش الوعي والشركه مش عامله الهيكله الكامله لان هو يبقى مهتم بانه يروح ياخد التطعيم بتاعه، مش هيعمل كده. حتى ايفن الشركات الصغيره على فكره تقدر تنسق مع مراكز صحيه قريبه، انها توفر التوعيه وتوفر خصومات حتى للموظفين. لو تقدر انها لو هو مش هيقدر الشركه تشتري له التطعيم نفسه، تقدر تعمل له خصومات للموظفين. وعلى فكره عايز اقول لك في امثله ناجحه كتير جدا لشركات عالميه وشركات حتى مش عالميه بتنظم كل سنه حملات تطعيم للموظفين واسرهم ضمن برامج بتاعت الصحه العامه والرفاهيه الوظيفيه والحاجات اللي من هذا القبيل يعني. انت قلت حاجه مهمه جدا ما اقدرش اعديها خالص، التطعيمات بتاعت اتفضل. العمال اللي هي التيتانس تحديدا، لانه لازم ايوه، يكون متوفر، لانه بيبقى مهم جدا انه بيحمي حياه بني ادم من ان هي تضيع. واحب اضيف صحيح، عليها كمان ان في بعض الشغلانات اللي بيضطروا يتعاملوا مع الحيوانات، وبالذات الحيوانات اللي ممكن بالظبط، تكون بتعض او حاجه، هيحتاجوا في اوقات كتيره تطعيم السعار يكون متوفر. ولو انا يعني مظبوط، كل البيطريين عارفين كده ان هم نفسهم بيروحوا يطعموا ضد السعار عشان يبقى جاهز انه لا قدر الله وتعض ما يحصلوش حاجه. فما بالك مظبوط. بقى الشخص بيشتغل في الشارع حارس، او حتى بيشتغل في موقع بناء او حاجه، دول معرضين ان هم يتعاملوا مع الحيوانات دي، فبالتالي ممكن يحصل لهم ده. فمهم جدا ان الشركات اللي بتشغلهم او تكون قائمه ايوه، عليهم تكون موفرة لهم ده، او على الاقل موجههم المعلومات او ايوه، التوعية اللازمة ان لو حصل لك كذا لازم تروح، ولازم احنا نبقى معاك واحنا في ظهرك. خليني ننتقل للجزء اللي بعد كده. انا عارف ان الناس بالنسبة لموضوع التطعيمات ده بالذات هتلاقي فيه شوية، يعني ايه، مش خرافات، شوية خزعبلات كده ماشية بين الناس بالذات بعد الكورونا يعني والتطعيم بتاعها. ايوه طبعا. طبعا. في بعض الناس حد يقول لك ما احنا اخدنا الكورونا دي جابت لي المرض، ده التطعيم ده هو اللي ايوه، جاب لي المرض، مش هو اللي حماني. يا عم حماني ايوه، ايه ده، انا اخدته اتكومت في السرير اسبوع، ده انا تعبت. فانت تقول للناس على الخرافه دي ايه؟ يعني خلينا نقول دي اول واحده ونقول الباقي، بس خلينا دي تقول ايوه. للناس ايه فيها. طبعا احنا لو خدنا الكورونا كمثال، لان هو الكورونا
مثالها لمس كل الكوكب. يعني هو مش ما كانش اتنين تلاته اللي جالهم، يعني مفيش حد مش عارف يعني ايه كورونا، ومحدش حد اكيد حد من قرايبك وانت جالك كورونا، ورحمهم الله ناس كتير جدا توفاهم الله بسبب الكورونا. ولكن هو دايما نظرتنا لكل الحاجات اللي حصلت لنا بعد ما خدنا التطعيم ربطنها بالتطعيم نفسه، ولكن نسينا حاجه. هو ليه انت ما فكرتش ان اللي ممكن يكون بيجي لك دلوقتي ده اصلا بسبب اصابتك بالكورونا نفسها مش بالتطعيم؟ هو لان التطعيم كان حدث اجباري علينا، فانت ربطت ان كل اللي بيحصل لك بسببه. ولكن الحدث اللي ما كانش اجباري عليك انت خدته من غير ما تعرف، هو الكورونا نفسها. كم واحد في العالم جاله كورونا وما جالوش اعراض؟ كم واحد جاله كورونا وجاله اعراض البرد واتعامل معاه على انها اعراض برد؟ وجود الفيروس نفسه في حد ذاته قد يكون هو المسبب لاي مشكله حصلت لك بعد كده بعد الكورونا، او جالك الخوف من اي حاجه اعراض بتجيلك وانت رابطها بالتطعيم، لان هو الحدث اللي بروز قدامك ان هو ده السبب في اي حاجه بعد كده. واحنا في العموم لما بنيجي نشوف احنا النهارده هل التطعيم ده بيعمل مشكله ولا لا، دي بتبقى دراسات كبيره جدا، ومحتاج ان انا اشوف قدامي العرض ده بيتكون بعد ما انسان ما خد التطعيم. ما ينفعش اشوف بعد ما حد دلوقتي النهارده انت جالك عرض ما، واروح رابط السببيه بانك انت واحد من الناس اللي خد التطعيم، فاروح رابط التطعيم باللي بيحصل لك دلوقتي. ده اصلا من النظره العلميه او من التفكير المنطقي العلمي كلام مش صح. ولذلك اللي اقدر اقوله انه ما نسلمش نفسنا قوي للاشاعات والكلام الكبير اللي هو بيربط دايما ان في نظريات مؤامره حوالين التطعيم وما الى ذلك، عشان ده الحقيقه بيدمرنا نفسيا وبيخلينا ننسى الدور المهم للتطعيم. انا عايز اقول كلمه بسيطه جدا: التطعيم لا يسبب المرض. التطعيم بيدرب جهاز المناعه عشان يحارب العدوى بشكل افضل، ولذلك مش معناها انه بيمنع دخول المرض او بيمنع دخول الفيروس ليا. هو الفكره ان هو لما بيجي الفيروس ليا بيبقى جسمك متدرب انه يحاربه، فبالتالي ما تحسش بالمعاناه كانك بتشوفه لاول مره. بالظبط. هو احنا انت جهزت جسمك، جهزته كويس قوي عن طريق ان انت دربته كويس جدا، وعشان كده يمكن الاعراض اللي بتجيلك في الاول دي بتبقى الرياكشن بتاع جسمك مظبوط. للتطعيم عشان ياخد المناعه بتاعته. بس صحيح. صدقني الاعراض دي ممكن تبقى ولا حاجه بالنسبه للمرض نفسه. يعني بنشوف ده في ولا اي الاطفال، يعني حاجه. احنا بندي الاطفال التطعيم واحنا عارفين ان هو هيسخن وعارفين ان هو هيتعب، ايوه. بس احنا عارفين ان هو لو جاله الحصبة ممكن ما تخلصش بشيء كويس. يعني خليني اقول لك الحاجة التانية اللي فيها مشكلة ايوه. وبيتكلموا عليها، هي ان انا عندي صحتي كويسة، انا عم بلعب رياضة وباكل اكل صحي والدنيا ايوه. تمام، فانا مش محتاج اخد تطعيم. احنا اهالينا كبار في السن، جدودنا ما خدوش تطعيمات دي. يا عم دي حاجات جديدة احنا اول مرة نسمع عنها. ايوه. طيب هو اولا اقدر اقول لك ان المناعه الطبيعيه وحدها مش دايما كافيه. يعني في ناس، يعني انت لو جيت بصيت للعصور قبل ظهور قبل التطعيمات ما تبقى موجوده، كان في ناس كتير بتموت جدا من امراض. وكان على فكره قبل موضوع جدول تطعيمات الاطفال ده كان في ستات كتير جدا ما بيعيشهاش اطفال، كانوا بيربطوها ان الست عندها مشكله او انها واخده عين. هويفر هو الفكره كلها ان هو كان ما فيش تطعيمات، فكان في اطفال كتير جدا بتموت لاسباب كتيره، من ضمنها ان ما فيش خط دفاع اولي لسه اتكون عند الطفل، فالفيروس او البكتيريا بيجي يقتل الطفل في اول شهور عمره وهو لسه صغير. وحتى بعض الامراض الكبيره زي مثلا من اشهر الامراض اللي حصل لها ايراديكيشن وهو الجدري ده ياما قتل ناس قبل ما يبقى في تطعيم. وبعد كده لما لقوا بقى في تطعيم ما بقاش في حد بيموت من الجدري. فاذا لو كان هو المناعه الطبيعيه وحدها كافيه، كان ساعتها في ناس كتير قوي طول البشريه، يعني التاريخ البشري كانوا عاشوا. والانفلونزا نفسها ما هي في الانفلونزا في اوائل القرن ال 19 موتت اكتر من نص مليون بني ادم. فاللي اقدر اقوله ان عمر ما كانت المناعه الطبيعيه وحدها كافيه، لا بالعكس الناس الاصحاء بحاجه للتطعيم، لانك انت ما تعرفش جسمك هيتعامل ازاي مع الفيروس او البكتيريا لما تجيلك، عمرك ما تعرف. بالظبط. انت جبت لب الموضوع، يعني عارف، جبت من الاخر كده. هقول امم. لك برضو واحده من الحاجات التانية اللي الناس برضو بتشوفها، يقول لك ايه، اصل دي البيج فارما،
ده دول الشركات اه. بتاعت الأدوية الكبيرة هي اللي عايزة تبيع ايوه. لنا التطعيمات دي عشان يضحكوا علينا ويتحكموا فينا ويزرعوا في دماغنا مستقبلات معرفش ايه عشان يتحكموا في البشرية او عشان يقتلوا الناس ويبقى في عندك المليار الذهبي. انا بتهيألي انت جاوبت على السؤال ده يا ايوه. دكتور احمد. يعني انت قلت الكلام ده في وسط السياق. احنا الاحصائيات بتاعتنا بتقول ان الناس اللي كانت بتموت من الانفكشنز قبل ما يبقى في ايوه. تطعيمات بالشكل ايوه. ده اختلفت تماما عن دلوقتي. لو عندك اجابه تانية قول لي يعني. لا طبعا، هو بص، هو انت ما تقدرش تتحكم في نظريات المؤامره، يعني في الاول وفي الاخر الانسان بيسمع وبيحكم عقله، وفي حاجات للاسف مفاهيم خاطئه هتفضل موجوده مش هتتغير. ولكن انا اقدر اقول لك بحكم يعني خبرتي في المجال ان التطعيم عشان يطلع ده بيتعمل، بيبقى جاي نتيجه لابحاث علميه قويه بتتم تحت رقابه صارمه عشان تضمن السلامه والفعاليه. مفيش حاجه اسمها تطعيم يطلع الكوكب ياخده ومحدش يعرف عنه حاجه. ده كلام مش منطقي ومش موجود على ارض الواقع تماما. واكبر دليل النهارده انك انت النهارده تعالى شوف الوفيات بسبب الكوفيد بعد التطعيم وكان قبل التطعيم. فهو لو كان ضار ما كناش شفنا منه اي فايده النهارده. طب تعالى اعملها لك بالعكس بقى. تعالى النهارده في 2023، انت النهارده في اكتر من حوالي 14 مليون طفل ما خدوش اي تطعيم. ده تبع بناء على الريبورت بتاع الدبليو اتش او. عارف الرقم ده ممكن يعمل ايه؟ هقول لك يعمل ايه. عايز اقول لك ان كارثه. حالات الحصبه في سنه 23 و24 زادت بنسبه 20%. يعني اكتر من 10 مليون اصابه تقريبا، منهم وفيات قد ايه؟ معديه ال 100,000 وفاه. انت متخيل؟ لا فالنهارده لو رقم انت رقم جيت ده كارثه، النهارده ده كارثه كبيره. ايوه طبعا. النهارده انا جيت حطيتها لك بمنتهى البساطه اهو. ادي تطعيم موجود كان بيعمل ايه؟ شيل التطعيم، شفت النتيجه؟ فهمت قصدي؟ فاذا هو لو الموضوع زي ما انت بتقول، الموضوع الشركات ومش شركات، في الاول وفي الاخر الشركات طبعا هي في الاول وفي الاخر مؤسسه ربحيه، ولكن هي مؤسسه ربحيه مبنيه على ستاندردز، مبنيه على معايير سلامه ومعايير فاعليه. لو الحاجات دي مش موجوده مفيش دواء هيطلع للنور. ولو لا قدر الله دواء او تطعيم طلع للنور بيتحط تحت رقابه لمده سنين. ودايما اليقظه الدوائيه، مؤسسات اليقظه الدوائيه اللي بتشوف اخبارنا ايه في موضوع الادفيرس ايفنتس او اي حاجه بتحصل غير مدروسه او ما اتشافتش في الدراسات الاوليه للتطعيم او الدواء، بتتاخد على طول. واب تو انها ممكن توقف التطعيم ده او الدواء وتسحبه. وده على فكره حصل في حاجات كتير، ما حصلش في تطعيمات كتيره ولكن حصل في ادويه كتير وبتتسحب مم. بعد ما يتشاف. بس وعلى فكره وبرغم كده هتلاقي ان نسبه الادويه اللي اتسحبت من السوق من ساعه ما اتعمل صناعات دوائيه مش كتير، لان هو ما بيطلعش بسهوله عشان يتسحب بمنتهى السهوله. فهمت قصدي؟ بالظبط بالظبط. وبتبقى غالبا الحوادث اللي احنا شفناها ليها علاقه بالادويه بالمنظر ده بتبقى حاجه ميجور ايفنت وحاصل مثلا في واحد في المليون، فانت ما اه شفتوش في التجارب السريريه اللي انت كنت بالظبط. عاملها، وبالتالي لما طلع في المجتمع بدأ يبان. ده حقيقي جدا. طيب بما اني خلاص انا خلصت دور الشخص اللي ايوه. بنقم على التطعيمات، تعالى بقى نروح في الجزء الاخير. ايوه. سمري كده سريع بقى يعني. انصح الناس بايه، انصح الشركات بايه؟ احنا قلنا الكلام ده في وسط ما احنا ايوه. يعني بنتكلم، بس تيك هوم مسج. انصح الناس نفسها بايه، انصح الشركات بايه؟ طيب، انا عن نفسي انصح كل موظف، وانا حتى بعمل كده عندي في شركتي ومع التيم بتاعي، انه دايما ومع اهلي كمان، ان دايما يتابع جدول تطعيماته بانتظام مع الطبيب او فريق الصحه المهنيه اللي موجود في الشركه لو شغلانته فيها دايما فوكس على في موضوع ان يبقى عنده فريق صحه مهنيه. تاني حاجه يستغل كل الفرص اللي بتوفرها جميع الشركات للتطعيم الجماعي. مفيش تطعيم هيخسر، انت بتشتري لنفسك وقت وصحه، في ايدك الحل وانت اللي بتحول عينيك عنه. دايما ننشر الوعي بين زملائنا عن اهميه الوقايه الجماعيه. الوقايه الجماعيه يا جماعه دي ممكن تنهي امراض. انت النهارده في نسبه معينه ممكن لو في مرض معين وصل للنسبه دي من الحمايه، انت ممكن ما تلاقيش المرض ده بعد كده في المجتمع اصلا. بعد كده ننصح اصحاب العمل نفسهم، الشركات نفسها، انه يعمل دايما دمج ما بين حملات التطعيم ضمن خطط الصحه المهنيه. ايه الخطه بتاعتك؟ حط حملات التطعيم ده جزء من التكتيكال بلان بتاعتك للناس اللي بتشتغل معاك. وتدعم دايما الثقافه الصحيه جوه بيئه العمل. يعني انا ببسط قوي من الشركات اللي هي دايما عندها
زي periodic awareness sessions كده للشغالين في الشركه عن اي حاجه، سواء كان مثلا يعني اهتماما مثلا باسبوع الوقايه او باسبوع اللقاحات. ده هتلاقي فيه شركات متبنيه فكره الاويرنس او التوعيه عن اهميه التطعيمات ليك ولعيلتك وللي حواليك. في بعض مثلا الامراض مثلا زي الكانسر هتلاقي فيه دايما في البريست كانسر مونث مثلا هتلاقي فيه شركات بتدعم فكره ان يعملوا سكريننج لبعض الناس اللي هم ممكن يبقى عندهم بوتنشاليتي للمرض. ففكره دعم الثقافه الصحيه جوه بيئه العمل دي بشكل مستدام انا بشوف انها من الحاجات المهمه جدا اللي لازم كل الشركات تدعمها يعني. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور جوهري، يعني سعيد جدا ان انت كنت معايا، ومبسوط اولا ان انا سمعت صوتك. انا سمعت صوتك بقالي كتير جدا. انا اسعد والله يا مصطفى. انا قبل ما اسيبك بس عايز اقول رساله كده بسيطه للتوبيك الجميل اللي انت اخترته النهارده. التطعيم مش مجرد اجراء طبي بنعمله خلاص، دايما فكر فيه على انه تعبير عن حبك لنفسك واللي حواليك. مش دايما بنقول لك الوقايه خير من العلاج، صح؟ انا بقول لك ان الوقايه دايما اسهل وارخص واذكى من العلاج. فكره انك تاخد قرار واعي تحمي نفسك تحمي ولادك تبني مجتمع اقوى. خلي شعارك يعني من النهارده في اسبوع التطعيم وبعد كده هتاخده معاك كل يوم: صحه افضل، مستقبل اقوى. ويعني مش هقدر اقول اكتر من كده. انا بشكرك جدا يا جوهري، وبشكر كل الناس اللي شكرا يا بتسمعنا، حبيبي. واشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله.